عزيزي المشاهد، من الأمثال اللي دائما نقولها أو يقول كثير من الناس يقولونها، يقولون فلان طير شلوى. هذا المثل يضرب مثل الرجل الطيب الكريم الشجاع اللي فيه صفات الرجولة، يقولون له فلان والله طير شلوى. طبعا الطير هو القصد الصقر، وشلوى هذه شلوى جبل في إيران تجي منه الطيور. الصقور هو جبل في إيران في حدود إيران، وتجي منه الصقور يجيبونها يقولون طير شلوى، فلان طير شلوى. هذا مثل. وفيه بعد مثل ثاني يقول طير حوران. حوران طبعا جبل في سوريا، حوران، لأن كثير من الإخوان السوريين حتى يلقبون بالاسم هذا، قال أنا حوراني، يعني من حوران. هذا الجبل نفس الشيء، نفس الجبل اللي في إيران تجي منه الطيور يقولوا فلان طير حوران، ولا سنجار، لأن شاعر الكويت حمود الناصر البدر قال القصيدة يوم كان مع المرحوم الشيخ مبارك الصباح يوم الصريف، يوم وقعت الصريف، يوم قصد القصيدة المعروفة هذا اللي يقول يا راكبين أكوار ست انتبار في الجن حورة في حاج ما بين الأزوار. إلين قال البيت هذا يوم يقول أنتم حرار، يقصد الرشيد، يقصد ابن رشيد، أنتم حرار من مواكر حرارة، وحنا عليكم من صواريم سنجار. يعني سنجار في الشمال، هذا نشمر منهم سنجار، شمر على نفس الاسم سنجار، يقول له سنجاري. نشمر على طاري شمر والنعم، احنا ذكرناهم فيهم لهم 3 فئات شمر، السنجاري وسنجار وعبده والأسلم، هذا لهم شمر. لكن احنا جبنا على طاري السنجار هو الجبل من حنا انتم حرارة من مواكر حرارة، وحنا عليكم من صواريم سنجار. هذه دائما الأمثال يضربونها، اما طير حوران أو طير شلوى مثل ما ذكرت هو جبل في إيران تجي منه الطيور، وطير حوران نفس الشيء، حوران هو جبل في سوريا. وهذه دائما يضربون المثل هذا للشخص الطيب. وهدلان يقولون له هدلان، بعد هدلان هو نفس الشيء، لا قالوا فلان هدلان، لأن حتى الكويت قبل يقولون له هدلان، سوق هدلان، لأن الناس يمثلون الكريم على هدلان، يقولوا فلان هدلان، يعني إنه كريم، إذا جيت تجد حاجتك عنده وكريم ويوجب الناس، يقولون له هدلان. الكويت كان سوقها تجي لها البضائع من برا ويجي لها الحملات من برا، لأنهم يجدون كل البضائع اللي يبونها يجدونها في الكويت، سموا الكويت هدلان. هذا اللقب موجود ويعرفه كثير من الإخوان أن الكويت يسمى بهدلان، لأنهم يجدون كل حاجة تجدها عنده وصفا بالرجال الطيب. كذلك الماء، العدود اللي يسمونه عد، الآبار الماء اللي في البر يسمونه عد، هذا عد وهذا مشاش وهذه ثميلة. لكن العد هو أكثر ماء، لأن الشاعر يقول مانع بن ذبوح الله يرحمه يقول من طمع في العد ما ورد الثميلة، وكل بير وردها من قد ماها. العد هو الراهي، ما راهي يسمونه عد، هذا يسمونه عد. أما الثميلة فهي مسقر مثل ما يقولون، ماها حلو لكنها بسيط. لكن العد هو العد اللي يردونه الناس، يقول من طمع في العد، يعني من حصل العد، من طمع في العد ما ورد الثميلة، يعني ما دام عندك الماء الراهي وش وديك الماء اللي هذا يمكن انه ما يلحق عليه. هذه بعض الامثال عزيزي المشاهد اللي حبيت اوضحها.